السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسائل ياسمينة. النهاردة انا جاية اقول ان انا غلطت غلطة، وقلت قبل كده ان النصيب هيجيلك وانت حاطط رجل على رجل، بس دي مش حقيقة. طب انا ليه دلوقتي قلت ده؟ علشان ربنا لما خلقنا خلق لنا مكان في النار ومكان في الجنة، واحنا جايين هنا الدنيا علشان نختار، وعلشان لما اخترنا احنا خلاص اخترنا، انا وحضرتك اخترنا الجنة، صح؟ بسيطة، ايه ما فيش عليها جدال، ماشي؟ فبما اننا اخترنا الجنة فاحنا بقى عايزين بقى ايه؟ نعمل الحاجة اللي هتودينا الجنة. هنصلي، هنعمل خير، مش هنأذي حد، هنحاول ما نظلمش حد، ونحاول ان احنا الفتن ما تفتناش، هنحاول ان احنا نحجم نفسنا عشان الفتن ما تدخلش قلوبنا، وبالتالي النتيجة هتكون ايه؟ هتكون الجنة. يبقى الجنة من نصيبنا. تمام. بمعنى تاني، انا دلوقتي دخلت مكتبة وشفت كتاب هناك وعجبني قوي، لو انا ما مديتش ايدي واخدت الكتاب ده فهو مش هيبقى من نصيبي. تمام. لو انا ما مديتش ايدي واخدت الكتاب هو مش هيجيلي يجري، وبالتالي فالكتاب مش من نصيبي. طب انا لو مديت ايدي واخدته، اذا الكتاب من نصيبي، انا اخدته دفعت ثمنه ومشيت بقى في بيتي وفي مكتبتي، يبقى الكتاب بتاعي. انا جاي اقول بقى انه لو انت ما مديتش ايدك عشان تاخد نصيبك هو مش هيجيلك لوحده. لو ما ساعدتش واجتهدت واشتغلت على نفسك وقمت وفوقت نفسك ان انت لسه معاك وقت ولسه قادر ولسه في فرص ولسه في محاولات كتير، فانت مش هيجيلك لحد عندك يقولك انا اهو تعالى خدني. احنا يا جماعة لازم نشتغل على نفسنا اكتر، لازم نجتهد ونسعى للحاجة اللي احنا عايزينها. احنا في الاول بناخد بالاسباب، بعد ما بناخد بالاسباب بنتوكل. خلاص لما خلصنا كل الاسباب، انا عندي نتيجة عايزاها، انا عايزة النتيجة دي، انا عايزة انجح، فبالتالي انا لازم اذاكر. طب انا لو ما ذاكرتش مش هنجح. المعادلة بسيطة وسلسة اهي. يبقى انت لو ما خدتش بالسبب عمرك ما هتوصل للنتيجة. فانت لو فاكر ان انت هتنام وتصحى الصبح تروح الامتحان من غير ما انت مذاكر وتنجح، يبقى انت بتكذب على نفسك. فوق نفسك. احنا جايين هنا علشان ناخد نصيبنا، معناها ان احنا نمد ايدينا وناخد حاجتنا، هنمدها بالسعي والاجتهاد. طب علشان تعمل ده مفروض تعمل ايه؟ اول حاجة اعملها هيئ بيئتك. مثلا انا عايزة اذاكر، هعمل ايه؟ هروق اوضتي، اروق مكتبي، اجيب لابي واحطه قدامي، هجيب كتبي الكويسه اللي شكلها لطيف واجيب اقلامي كلها واحطها جنبي، هعمل كوبايه قهوه واحطها جنبي، هجيب ميه واحطها جنبي، هخلي الاوضه فيها هواء كويس ومريح، هخليها لطيفه، هخلي ريحتها حلوه، اقرا القران الورد بتاعي، وبعدين اذاكر. بعد ما اخلص هقرا قران تاني او هقول الاذكار بتاعي، وخلاص كده انا عملت اللي عليا. اصحى اروح الامتحان الصبح، والله حليت، انت كده هتحل، ما انت مذاكر، يبقى انت كده هتنجح. اتوترت، اتلجلجت، عملت، رحت جيت، خلاص يبقى الامتحان ده ان شاء الله يتعوض المره الجايه. المهم ان انت سعيت وعملت اللي عليك. متنساش سعيك مش هيضيع، وما تنساش برضو ان رزقك عمره ما هيجيلك وانت حاطط رجل على رجل وقاعد مكانك مستنيه، لازم تروح له وتجري له. بس كده، دي كانت رسالة النهاردة، اتمنى تعجبكم واتمنى تعملوا بيها وتنفعك، اللهم امين، وربنا يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله.